اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان مع فيديو جديد. والفيديو بتاعنا النهارده ازاي نحجب المواقع الاباحيه او نقفلها خالص عن الراوتر بتاعنا او الشبكه او كل الاجهزه اللي متصله بالراوتر. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ارجوكم ادعموني بلايك للفيديو، ولو انت اول مره تدخل في القناه دي اعمل اشتراك في القناه او سبسكرايب. وتعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل ده. اول حاجة هندخل على الراوتر ان احنا نكتب 192 دوت 168 دوت 1.1. ده هيدخلنا على صفحة الراوتر. اول ما يطلع لك السكرين دي your connection is not private مفيش مشكلة، هنيجي نازلين تحت على كلمة advanced دي ونختار proceed to الموقع ده. هو بيقول لك ان ده الموقع عشان ما فيهوش كلمة www.com فبالتالي بيعتبروا الموقع مش آمن، ولكن ده هو ده اللينك بتاع الراوتر. فبندوس proceed to اللينك اللي احنا كتبناه، بيدخلك على الصفحة دي وفيها اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم بتكون والباسورد بيكونوا موجودين في ظهر الراوتر، ولكن هم اليوزر نيم بيكون كلمة ادمن، والباسورد بنجيبها من ظهر الراوتر زي ما هي موجودة بنكتبها. ولو هي فيها حروف كابيتال بنكتبها كابيتال، ولو فيها حروف سمول بنكتبها سمول. لحظات معايا اكتبها معاكم كده. اهم حاجة نتأكد انك انت بتكتبها صح علشان يرضى يسجل الدخول معاك بطريقة صحيحة. تمام، بعد ما بنكتب الباسورد واليوزر بندوس لوج ان، بيدخلك على اعدادات الراوتر. طبعا دي الاعدادات الراوتر بتاعنا. اول ما بندخل للصفحة الرئيسية هنا كده بنلاقي كل الاجهزة اللي متصلة بالواي فاي بتاعنا وازاي كام جهاز في هنا. ده تليفون جالاكسي، في تليفون جالاكسي، وده الكمبيوتر اللي انا بسجل منه. فاول حاجة بنيجي رايحين على نيجي رايحين على كلمة لوكال نتورك كده، وبعد لوكال نتورك بنختار كلمة لان. تمام كده. بعد كده بننزل تحت شوية ونختار كلمة DHCP سيرفر. طبعا الكلام ده لراوتر وي. بنفتحها لتحت كده، بننزل بقى لتحت كلمة ISDNS. اهم حاجة ال ISPDNS هتلاقي قدامها اوف وهي مطفية، وتحتيها برايمري دي ان اس وسكندري دي ان اس. بنيجي هنا في البرايمري دي ان اس هنخلي اول واحدة 208 زي ما هي، 67 زي ما هي، وتلات اتنينات زي ما هي، ونغير اخر واحدة دي نخليها 1 2 3. تمام كده. ونيجي بعد كده في السكندري دي ان اس هنخلي برضو 208 زي ما هي، 67 زي ما هي، و220 زي ما هي، ونغير دي نخليها 1 2 3. خلاص كده. يبقى احنا كده ما غيرناش غير اول واحدة، بدل ما كانت 3 2 غيرناها خليناها 123، واللي تحت هنغيرناها نخليها 123. خلاص. بمجرد ما بنغير دول ونرجع نخلي كلمة اوف دي اون. تمام كده، ونعمل ابلاي. كده هو سيف الاعدادات اللي احنا عملناها وشغل ال DNS سيرفر، واللي هو ان اي موقع في النطاق ده او المتصل باللينك ده بيتقفل اوتوماتيك. بس طبعا عشان بعد ما ندوس ابلاي بنطفي الراوتر ونستنى 5 دقايق ونشغله تاني، وبكده يكون خرج من كل الاجهزة المتصلة بيه ويعمل تسجيل دخول من الاول لكل الاجهزة، فبالتالي هتطبق التغييرات بتاعتنا دي. ودي كانت الطريقة ازاي نحجب كل المواقع الإباحية بتاعتنا. بشكركم على المشاهدة، وما تنسوش الاشتراك في القناة او تفعيل جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جاي تاني ان شاء الله. شكرا لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.